إزاي تخلّي حياتِك سعيدة بخطوة واحدة بس؟ بُصّوا يا جماعة مبدئيًا كده أنا يعني مش متدينة إيه اللي أنا باقوله ده، قصدي مش شيخة ولا حاجة، بس أنا باقول الفكرة كده يعني مش فكرة يعني حاجة حاساها كده، حاساها حاجة تبقى كويسة جدًا، هي أكيد هتبقى كويسة جدًا مش حاساها هي أكيد تمام، وأنا مش منقّبة بس أنا ما باطلعش بوشي يمكن فيما بعد يعني يعني أظهر وشي عادي يعني وكده، بس أنا دلوقتي ما باقول لأ يعني. ما علينا، المهم الباقيات الصالحات، والله العظيم بجد يعني اللي هي إيه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحاجات دي والله العظيم سهلة جدًا، ممكن تقعدي تقوليها كده مثلًا إيه الصبح، بالليل، أي وقت، الصبح مرّة، بالليل مرّة، أي وقت قوليها زي ما أنتِ عايزة. ممكن الحاجات دي تنجّيكِ من أي حاجة، والله العظيم أنتِ ما تعرفيش هتنجّيكِ من إيه، يعني أنا شايفة إن الحاجات دي مهمة جدًا، بس طبعًا أهم حاجة في كل ده اللي ربنا يهدينا طبعًا جميعًا حوار الصلاة، ده أهم حاجة، وزي ما قُلت لكم أنا مش شيخة ولا باعرف اللي أنا عارفة أنا باقوله ده يعني إيه بالضبط، بس أنا حاسة إن الكلام ده مهم جدًا في حياتنا اليومية، الباقيات الصالحات والله العظيم مهمة جدًا، اللي هي سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، والله العظيم حاجة مهمة جدًا، 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 جدًا. وربنا يهدينا جميعًا يعني، وإن شاء الله يمكن الحاجة دي تنجيكِ من حاجة، وعايزة أقول لكم كمان حاجة كمان سورة الواقعة تخلّيكم يعني عندِك حاجة في الرزق تخلّيها يعني تيجي كده بسرعة كده حاجة في الرزق كده سورة الواقعة ده اللي أسمعه يعني، فلو حد يعرف حاجة برضك حاجة مفيدة كده وتفيدنا في حياتنا يا ريت يكتب لنا في الكومنتات، فبس كده كان فيديو النهارده، وطبعًا لو عجبكم هتدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا كومنت حلو، وإيه الحاجة فرقت